السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وفي احسن حال. الفيديو النهارده هيكون فيديو الايميتز. انا ما بحبش اطول في الفيديو بتاع الفوارغ او الحاجات اللي خلصت علشان بتكركب لي الدنيا، وفي نفس الوقت بحب ان انا اكون معاكم اول باول عن الحاجات اللي انا بجربها، خصوصا الفتره دي لان خلاص احنا داخلين على ان شاء الله شهر 11 قرب، فدي الشهر اللي بيبقى فيه التخفيضات الكبيره والعروض الكبيره في المحلات او اونلاين. فلو حد عايز يجيب حاجه يشوف بقى الفيديوز دي ويشوف ايه الحلو وايه اللي ما يدفعش فيه فلوس والكلام ده كله، فبتكون الفيديوز دي مهمه جدا. فتابعوا معايا الفيديو لاخره ويلا بينا نبدا الفيديو. دي الشنطه اللي فيها كل الحاجات اللي انا خلصتها، هنتكلم على حسب اللي هيطلع من ايدي. والمره دي انا مبسوطه جدا ان في حاجات خلصتها في الميك اب وحاجات خلصتها كمان في المانيكير، فمتحمسه قوي. خلينا نبدا باول حاجه خلصت معايا خالص. اول حاجه هي المايسلر ووتر بتاعه بيز لاين اللي هي حجمها 400 مللي، ده كده شكلها. المايسلر ووتر دي من افضل الانواع اللي انا جربتها خلال الفتره اللي فاتت دي، تقريبا قعدت معايا حوالي سنه ونص، بجد فوق الممتازه. الابليكيتور بتاعها ممتاز جدا في الاستخدام، سهله جدا ان انت تضغطي بالقطنه كده تستخدميها. هي حلوه قوي مهما قعدت، يعني انا بقول لكم قاعده معايا سنه ونص، مهما قعدت الفورمولا بتاعتها ما بتتغيرش، ما بتحرقش في العين، بتشيل الميك اب كويس جدا. الاوفر اللي كانوا عاملينه حلو قوي، ان العبوه الكبيره دي بيجي معاها العبوه الصغيره ال 100 مللي، فسهل ان هي تبقى معاكي وقت الخروج او السفر. فبصراحه ما فيهاش غلطه بالنسبه لي، سعر كويس، جوده كويسه، باكجينج كويس، كل حاجه. فدي اكيد هكررها اول ما اخلص اللي عندي، عايزه اخلصهم خالص وارجع استمر على دي لانها من المفضلات بالنسبه لي، فبجد ممتازه. وانصح اي حد عايز يجرب مايسلر ووتر يجربها وبجد هيدعي لي، حلوه جدا. تاني حاجه طلعت معايا من الشنطه وهو البادي لوشن بتاعتي لوفيل اللي هو ده كده شكله. بادي لوشن ده حجمه 250 مللي اللي هو كان بالميلك والهاني، كنت جايباه في العروض بتاعه البلاك فرايداي او التخفيضات بتاعه السنه اللي فاتت، فبرده بيقعد كتير لاني اوريدي بستخدم معاه حاجات تانية، فده بيساعد مع ده. هو ريحته ظريفه قوي، ريحته عامله زي البسكوت بالظبط، يعني عارفين البسكوت بتاع اللوتس المعروف قوي ده بيبقى ليه ريحه مميزه كده، ده نفس الريحه بالظبط كده، حسيته ان هو ريحه البسكوت. ترطيبه حلو قوي، مناسب للشتاء ومناسب للصيف. ولكن عندي تعليق واحد عليه، ان الفورمولا بتاعته صعبه في الدمج، يعني بيعمل طبقه بيضه كده على الجلد. عارفين لما نيجي ندهن الحاجه، انا مش عارفه هيكون في حته اوريها لكم، بصوا هو في حته صغيره كده، مش عارفه هتبان ولا لا، بس عشان صغيره تندمج بسرعه، بس هو بيسيب طبقه بيضه كده بتبقى واخده شويه وقت في الدمج، فدي اكتر حاجه ما عجبتنيش فيه. غير كده هو حلو جدا، حجمه كويس، وكمان سعره كان حلو قوي. كنت جايباه في اوفر باي 1 جيت 1، فكان الاوفر ب 250 فكانه هو ب 125، فسعره حلو جدا على الاوفر ده. وكمان سمعت ان هم غيروا الفورمولا دي، ناس كتير اشتكت من نفس الكلام اللي انا بقوله، ولكن انا ما جربتش الفورمولا الجديده، فممكن ان شاء الله في العروض بقى ابقى اجرب الفورمولا الجديده ونشوف غيروها فعلا ولا لا. فده مش هرجع اجيبه الا لو جبت الفورمولا الجديده وجربتها، وهطلع اكيد اقول لكم عليها. بعد كده من الحاجات برده اللي خلصت واللي دايما بخلصها هو الكريم بتاع مويست 1، وده كده شكله، اكيد شفتوه كذا مره معايا في اكتر من ايميتس. ده انا ما بستغناش عنه، بحبه جدا، بس انا بستخدمه للجسم بعد الشيفنج لما بيكون في اي التهابات في الجلد، او انا مش حابه ان انا احط اي حاجه فيها عطور على جسمي، بلجأ له. بجد حلو قوي، ترطيبه غني، وفي نفس الوقت سعره حلو ومتاح في الصيدليات وعلى نونو في كل حته، وهو ترطيبه بجد جميل. وسبق وقلت لكم قبل كده، اللي حابب يجيبه كترطيب للبشره، الناس اللي بشرتها جافه جدا، اللي بيبقى فيها قشور، اللي هي مشدوده، هم دول الناس اللي يجيبوا مويست 1 ويحطوه على البشره، لان هو قوامه تقيل، فعايز بشره ناشفه قوي عشان يقدر ان هو يمتص ويجيب معاكي نتيجه. لكن لو بشره مختلطه او دهنيه تستبعده تماما، ولو بشره جافه يعني مش قوي ممكن ان هي برده ما تحبوش، ولكن البشره الجافه قوي هي اللي هتحبه جدا، فده انا ما بستغناش عنه، واكيد طبعا عندي ستوك منه اصلا. بعد كده الحاجه اللي خلصت معايا واتكلمت عنها برده كتير قبل كده، وهو تريزن مي البلسم اللي هو ده كده شكله. البلسم ده من افضل الحاجات اللي جربتها، كنت جربته زمان وقلت لكم قبل كده ان هو كان عاجبني جدا، بس مع تجربه المنتجات الجديده والحاجات اللي بتطلع بنحب ان احنا نجرب، فكنت ناسيه ان انا اجيبه، ورجعت جبته تاني. حلو قوي، بيرطب الشعر كويس جدا جدا جدا، وانا من الناس اللي ما بتستغناش عن البلسم ولا حمام الكريم، لان دول ما اقدرش اطلع من الشاور وانا غاسله شعري بشامبو، بس لازم يكون في بعد الشامبو بلسم او حمام كريم، بحيث ان هم يسهلوا علينا تسريح
الشعر وترطيبه، وكمان لو هتعملي حراره فبيدي نعومه كده وطريان للشعر ما يخلوهوش هيش. فالبلسم ده حلو جدا، واكيد طبعا هرجع اجيبه تاني. تلاقوا معايا حاجات كتير للشعر خلصانه، لاني انا يعني فعلا مركزه عن الحاجه اللي عندي ان انا اخلصها، فهتلاقوا الحاجه فعلا بتخلص علشان خاطر ارجع اجيب حاجات تانية من الحاجات اللي انا حطاها في الوش ليست بتاعتي ان انا عايزه اجيبها ان شاء الله. برضو من الحاجات اللي خلصت خالص هو الحمام الكريم بتاع كلاري، ده كده شكله. حمام الكريم ده انا عملت لكم مقارنه بينه وبين بتاع سيرو بايب، وقلت لكم الخلاصه فيهم. يعني ده حجمه 300 مللي، ريحته حلوه جدا وترطيبه ظريف قوي على الشعر. انا كان عندي مشكله مع الباكجنج بتاعه المجموعه نفسها سواء البلسم او الشامبو، لكن هي حلوه وبتنظف الشعر وبترطب الشعر وكل حاجه، مفيش اي مشكله. فاللي ما شافش الريفيو بتاع المقارنه بينهم يرجع يشوفه عشان ما اطولش عليكم ونرجع نعيد نفس الكلام. المهم ان هو من الحاجات الحلوه، بس مش هرجع اجيبه تاني، مش عشان هو فيه حاجه، عشان انا عايزه اجرب حاجات تانية. ممكن بقى بعد يعني فتره من تجربه منتجات جديده ارجع له تاني، مفيش اي مشكله، ولكن هو كان كويس جدا لو حد عايز يجربه، حلو قوي. برده من الحاجات اللي خلصت معايا وخاصه بالشعر هو السيرم بتاع تري شوب، اللي هو ده كده شكله، كلمتكم عنه قبل كده كتير، خدوه سكرين. من الحاجات الممتازه، حبيته جدا واتفاجئت بيه، لان انا ما جربتش حاجات قبل كده من تري شوب، حبيته قوي، ريحته تحفه، مجرد ما بحطه على شعري كاني حاطه برفيوم حرفيا من غير مبالغه، يعني ريحته حلوه قوي. حجمه لذيذ 60 مللي، وسعره اقتصادي جدا جدا، موجود في الماركت، موجود على نون، موجود في كل حته. ده خدوا بالكم اللي انا جايباه اللي هو عادي لتصفيف الشعر بعد الحراره او كده، في منه لاستخدام قبل الحراره كواقي من الحراره، ده انا ما جربتهوش، ده اللي انا جربته بعد الحراره، وهو بجد حلو قوي، بيطري الشعر وريحته حلوه وبيغلف الشعرايه كده، فبصراحه عجبني جدا جدا، وده هرجع اجيبه تاني لان بصراحه عجبني جدا، خصوصا فعلا بعد الحراره. في حاجات تانية بستخدمها كترطيب بقى للشاور بعد الشاور نفسه، يعني وهو الشعر لسه مندي، لكن ده بحب استخدمه قوي وهو الشعر ناشف، او للترطيب تاني يوم، بجد بيكون ممتاز، فحلو قوي. اللي عايز يجيبه ويجربه، كمان هستنى رايكم فيه. بعد كده من الحاجات اللي خلصتها هو البادي لوشن بتاع سكينوفا، اللي هو البانسينول، اللي هو ده كده شكله مشهور قوي. يمكن اكتر حاجه مميزه في البادي لوشن ده هو الباكجنج بتاعته، ان هو سبراي بيبخ كده، بصوا هو لسه في حبه اهو، بصوا بيبخ كده، فبيبقى سهل جدا في الاستخدام. الناس اللي بتحب تبقى منجزه، عايزه تاخد شاور وترطب جسمها بسرعه وجسمها ينشف وبتاع، انا بحسه كده جدا، يعني انا بحسه عايز ناس منجزه، وحلو جدا جدا بعد الازاله لان هو ما فيهوش عطور، فبيرطب البشره حلو قوي وخفيف على البشره. كان عندي مشكله فيه ان هو لما ابتدى يقل السبراي بتاعه ما بقاش بيبخ قوي، فكنت بضطر افتحه كده واخد على ايدي وابدا ان انا ارطب بيه، بس مش مشكله خالص. هو الصراحه لذيذ ان هو حلو قوي في فتره الصيف الحر جدا، لان هو فعلا انا استخدمته في الفتره دي في شهر 7 و8، كنت حاسه، طبعا انتوا عارفين الجو بيبقى حر ازاي، فكنت حاسه ان انا عايزه اخد شاور ما رطبش، وبعدين اقول لا يعني عايزه حاجه منجزه، فبصراحه هو ده اللي انا لجأت له. كنت بطلع من الشاور على طول وادعك كده على طول، فكان سريع الامتصاص وبيرطب حلو، وكمان بينجزني بعد الشيفنج، فبصراحه ممكن ارجع اجيبه تاني لان هو حلو. كان الاول مش عاجبني وكنت حاسه ان هو لا مش ترطيبه كويس، بس هو فعلا ترطيبه هيكون ضعيف لو في الشتاء، لكن في الصيف هيكون منجز وحلو قوي. بعد كده من الحاجات اللي خلصتها هو الكريم بتاع دكتور إلفيش، اللي هو ده شكله كده، اللي هو بالرز. الكريم ده انا طلعته لكم قبل كده في فيديو منتجات اقتصاديه، لان هو حجمه 100 مللي وسعره كويس جدا، وكمان الايفكت بتاعه على البشره حلو قوي، بيخلي فيه جلو كده طبيعي للبشره، ممتاز قوي قوي للبشرات الدهنيه، لان قوامه جل خفيف. مش عارفه هيكون فيه اوريكم ولا لا، انا مخلصاه للاخر، يعني بصوا القوام بتاعه جل كده خفيف، فبيندمج قوي بسهوله على البشره، و بصوا بيسيب جلو كده حلوه قوي. بصراحه كنت حباه عشان كده، بيسيب البشره فيها لمعه حلوه وبتمتص بسرعه وبيرطب كويس جدا. يمكن الناس اللي بشرتها حساسه ممكن تتحسس من فكره ان هو في عطور، يعني العطور باينه فيه، بس انا الصراحه لا، ما كانش الموضوع ده مزعج بالنسبه لي، وشايفاه من الكريمات الحلوه جدا. ان لو حد سالني على كريم حلو للبشره الدهنيه هرشحه له بكل اريحيه، لان بجد بجد هو عجبني، مش مشاكل يعني، كترطيب وحجم وسعر كله بصراحه كويس، ودكتور إلفيش براند مصري، فبصراحه لا حلو، ارشحه لاي حد، وممكن ارجع اجيبه تاني. طلعت معايا بقى مش كريمات، هو الديودرنت بتاع ستارفيل، اللي هو ده كده شكله،
الديودرنت ده ريحته حلوه جدا، وانا عملت قبل كده مقارنه تقريبا بين انواع السنت بتاعه ستارفيل، كنت مجربه 3 الرمادي وده واللي لونه ازرق او لبني من فوق، بيبقى ريحته حلوه قوي اللي لونه ازرق. بس بصوا يعني انا عايزه هو في حبه صغيرين قوي انا خلصته، بس كنت ركنته عشان بستخدم واحد تاني، وبعد كده رجعت له. بصوا الكوره بتاعته ما بتلفش، بصوا انا بدوس جامد، بصوا ما بتلفش، انا بدوس قوي هي ما بتلفش ثابته، فالكوره بتاعته باظت، صعبه في اللف، يعني الكوره بتاعته صعبه في اللف جدا، فحسيت ان هو كده يعني ملوش لازمه، الحبه الاخرانيين دول خلاص هيترموا، او بقى لو انت هتفكي الكوره دي وتستخدميه وحوار، فلا ما حبيتش الفكره دي، ان هو بعد فتره الكوره دي بتنشف تقريبا او كده، فما حبيتوش. وستارفيل انا بصراحه يعني حبيته كل حاجه وبقول عليه كويس، بس للشتاء، لكن انا ما بنصحش بيه في الصيف، خصوصا بقى لو انت فرق بتنزلي تروحي شغل، بتروحي مع اطفال، بتجري، بتعملي يعني يومك طويل بره، لا ما تعتمديش عليه. لكن في الشتاء كويس، في الصيف لا. برضو من الحاجات اللي خلصتها هو تترا جلو من شركة مقام، الكريم الليلي بتاعهم ده كده شكله. الكريم ده حجمه 30 مللي، والمفروض ان هو بيفتح التصبغات في خلال 21 يوم. بصوا انا خلصته للاخر، هو فعلا حلو جدا وبيشتغل على التصبغات بتاعه البشره، وكمان خصوصا لو انت كنتي في مصيف وبشرتك غمقت شويه او كده، لو اعتمدتي الروتين بتاع لاين تترا جلو من مقام، بجد هيجيب معاكي نتيجه حلوه جدا في وقت قصير، فلا حلو من الحاجات اللي انا ارشحها. وكمان قوامه خفيف، البشره بتمتصه بسرعه، مفيش بقى جو ان انا دهنانه او حاجه تقيله، برغم ان هو نايت كريم. عاده الكريمات الليليه بتكون تقيله شويه عشان تشتغل على البشره وقت النوم او كده، لا فهو قوامه خفيف وسريع كده، فحاجه في اللذيذ كده يعني. وكمان سعره حلو قوي، دايما المنتجات بتاعه مقام بصراحه الاسعار بتاعتها بتكون في المتناول يعني، فاي حد يقدر يجيبها، فلا حلو. دي تاني مره على فكره اخلص. ندخل بقى على الحاجات الرفيعه كده اللي خلصت معايا. اول حاجه خلصت معايا هو التنت بتاع شي جلام، اللي هو ده كده شكله معايا، ده كان بالجريب فروت، ده كده شكله. التنت ده لذيذ قوي، والابليكيتور بتاعته سهله جدا في الاستخدام وحلو الصراحه. ده عندي منه اللي بالستروبري حلو جدا، وعلى فكره اللي بالستروبري هو اللي انا حاطاه النهارده، يعني حاسه ان حطيت الميك اب بتاعي يبقى خفيف كده، عشان مش قادره ان انا احط ميك اب، وعيني اصلا وجعاني، يا دوب حطيت كحل ومسكره كده، فحلو حلو جدا، وبينزل عليه عروض لذيذه جدا في تخفيضات شهر 11، بيكون تقريبا باي 1 جيت 1، وبيكون سعرهم حلو، فلو عايزين تجيبوه هاتوه استنوه في العروض، هيبقى سعره حلو قوي ان شاء الله. بعد كده من الحاجات اللي خلصتها كانت حاجه مشهوره قوي وطالعه ترند الفتره الاخيره، اللي هو مش عارفه مسك ولا ايه، اللي هو بتاع دون، اللي هو ده كده شكله. ده انا كنت جايباه من على نون، كنت جايبه الحجم الصغير، هو ريحته ظريفه قوي، ريحته الناس كتير اختلفت عليها، هو بالظبط شبه ريحه الصابونه دوف الاوريجينال اللي هي لونها ازرق بالظبط، يعني انت عايزه تشميه روحي شمي الصابونه بتاعه دوف، فهو شبهها بالظبط وبيدي ريحه نظافه وكده، وبحب احطه ورا الودن في الاماكن بتاعه النبض، ودي يكون لذيذ جدا. غير كده هو مش اوبشن رائع ان انا اكرره، او حاجه فظيعه ان انصح بيها، او حاجه ما حصلتش، او ثباته اليوم كله، مفيش. هو حلو وبيدي نظافه وكل حاجه، بس ثباته في الضياع يعني ما بيقعدش شويه وبتكوني شماه وبعد كده خلاص بيروح. انا كان عاجبني جدا ريحته اول ما حطيته كنت حاسه ان انا قاعده شماه وكده، بس خلال ما بتتحركي شويه او كده خلاص بتكون الريحه راحت. غير كده انا شايفه ان هو رفاهيه، يعني عايزه تجيبيه كده تجربيه تمام، غير كده لا يعني ما انصحش بيه قوي. من الحاجات اللي برضو يعني هي مش خلصت، هي نشفت، اللونا سبا ده اللي هو بتاع اليونيفرسال بيز، ده كده شكله، وده كده اللي مكتوب عليه من ورا. ده من الحاجات اللي بتحط كبيس كود قبل المانيكير، هو لذيذ، وانا بحب زي ما قلت لكم الحاجات بتاعه لونا سبا، بس يعني قلت لنفسي لما اجرب حاجات تانية، فلما ابتديت ان انا اجرب انواع تانية لقيت ان حاجات لونا مش افضل حاجه الصراحه، لان هو نشف، يعني هو ما خلص بس نشف جوه الازازه، فعشان كده مش هكرره تاني. تاني حاجه بقى من الحاجات اللي خلصتها في الحاجات الصغيره دي هو المانيكير بتاع لونا، ده كده شكله اللي هو F1، ده كده درجته F1. الدرجه دي من الحاجات اللذيذه جدا جدا. بصوا يعني خلاص انا اول مره اخلص مانيكير للاخر كده من كتر ما انا حبيته، بجد خطير، حلوه قوي، الدرجه بتاعته حلوه، بيدي لوك كده حلو قوي على الايد، لوك ملكي، وعملت لكم فيديو ليه لوحده وازاي بطلع المانيكير شكله حلو كده، ممكن ترجعوا له، بس هو حلو قوي. طب هكرره تاني؟ لا مش هكرره تاني. ليه؟ لاني عايزه اجرب نفس الدرجه من فلورمار، لان مانيكيرات فلورمار تحفه وعجباني جدا، فان شاء الله هجيب نفس الدرجه دي من فلورمار
فلورمر، وبعد كده هبقى اقول لكم برده رايي واقول لكم دي احلى ولا بتاعه لونا، لاني لاحظت برده مع الوقت مانيكيرات لونا شويه بتكتل، ولكن هي عندهم فرايتي حلوه قوي من الالوان، واسعارهم بتكون حلوه جدا على نون، يعني باي 2 جيت 1 او باي 1 جيت 1، وبالاسعار بتبقى حلوه جدا، فعشان كده بقيت بحب ان انا اجيبهم. بس اللون ده بالذات هجيبه من فلورمر وبقول لكم رايي فيه. برده من الحاجات اللي خلصتها هو الشيت ماسك بتاع ستار فيل ده، استخدمت منه 2 حلوه قوي، وكلمتكم عنه في الفيديو اللي فات قد ايه هو بيدي نضاره للبشره وبيدي جلو حلو قوي، خصوصا لو قبل مناسبه او كده، بيخلي الوش فريش كده وحلو جدا، فعجبني عشان كده. وطبعا عندي ستوك منه، وكل ما ينزل عليه عروض هجيبه واخليه عندي، بحيث ان هو يبقى حلو كده لايام الدلع والرفاهيه والحاجات دي، فهيكون لذيذ قوي. بس ما تجيبوش وهو سعره مثلا 90 جنيه، لا هو يا اما بيبقى نازل ب 40، يا اما بينزل في العروض اللي هي القوي بيبقى ب 28 او باي 1 جيت 1 كده، يعني لو في الرينج ده هاتوه، غير كده ما تجيبوش وهو ب 90 جنيه او اكتر من كده بصراحه. يعني ده شيت ماسك في الاخر. اخر حاجات معايا في الاميتز هي في الميك اب. خلصت الفيت مي اللي هو بتاع ميبلين اللي هو التنت اللي ده شكله كده، كانت درجتي فيه 1، الدرجه بتاعته كانت مظبوطه جدا عليا، كنت بحبه، وكمان القوام بتاعه خفيف قوي، فسهل جدا ان انت تدمجيه وتحطيه بكل سهوله، فبصراحه كنت بحبه قوي، خصوصا لو انا مثلا عندي يعني ندبات او حاجه في بشرتي وكنت عايزه اوحد لون بشرتي، مثلا خروجه بتاع حاجه حلوه كنت بحطه. غير كده انا مش من هواة الفاونديشن، ومش بحط فاونديشن في التصوير او في وانا نازله او كده، نادرا قوي لو بجرب حاجه وعايزه اوريها لكم كده، غير كده لا يعني. فهو كان عاجبني عشان هو خفيف وسهل جدا في الاستخدام، فده لو لقيت عليه عروض هكرره تاني، لان درجته كانت مناسبه قوي ليا، وفي نفس الوقت القوام بتاعه خفيف قوي. من الحاجات اللي خلصتها هو الدروبر بتاعه لونا، دي تاني مره او تالت مره اخلصها. كنت شفتوها معايا في ايميدز كتير وكنت بتكلم عنها من زمان، حلوه جدا، ولكن لما جربت الاحلى مش هجيبها بقى، هجيب بتاعه ايسنس لانها اسرع في تنشيف المانيكير وحلوه قوي، عجبتني بتاعه ايسنس، فعلى طول كل ما الاقيها هجيبها. لكن بتاعه لونا بتخلص بسرعه، يعني حجمها صغير قوي فبتخلص بسرعه، بتاعه ايسنس حجمها اكبر. الحاجات اللي خلصتها برده هي الماسكارا بتاعه كاتريس جو بيج جو بولد، دي انا اتكلمت عنها كتير قبل كده ان هي من مفضلاتي حرفيا، بحب جدا جدا الفرشه بتاعتها، بتدي تكثيف وتطويل كده للرموش، حلوه قوي 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 بجد، خطيره. للاسف نشفت وخلصت خالص، كنت بحبها بس برده هرجع اكررها تاني لاني بموت فيها، مستنيه ينزل عليها اوفر حلو وهجيبها لاني بحبها جدا. برده من الحاجات اللي خلصتها اللي هي فعلا يعني خلاص بتقولي كفايه بقى، هو الكحل بتاع ميبلين تاتو لاينر اللون البني. بصوا انا مش عارفه اخلع الغطا منه، بصوا بيتخلع بالبتاعه دي، عارفه اقفله لان البتاعه اللي جوه دي صغيره، وفي نفس الوقت مش عايز يتبري، فهو خلاص قال لي بقى خلاص ارميني كفايه كده. ده انا عندي ستوك منه من كتر ما هو افضل لون بني انا جربته، اللون بتاعه يعني قوي قوي. بصوا اللون بتاعه هو خلاص نشف، اللون بتاعه بني حلو قوي، بيجمنت جدا، ثباته حلو قوي، بيتعمل بيه ايلاينر فوق العين لو عايزه حاجه لوك كده طبيعي اكتر، فبصراحه ده تحفه. مهما جربت الوان تاني بني من الكحل ده لازم يكون عندي لانه فعلا حلو. واخر حاجه معايا في الاميتز هما برده نوعين الكحل دول، واحد من بورجوا اللون الاخضر، ده من افضل الوان الاخضر اللي انا جربتها وان شاء الله هكرره. وطبعا حبيب قلبي اللي هو سكندل ايز من ريميل الدرجه الاسود، قلت لكم ان هو من مفضلاتي، هو فاضل فيه باريه واحده وخلاص كده شكرا هيخلص. ده مش عايز يتبري اصلا خلاص، فهم كده خلاص بيقولوا لي يعني خلاص بقى سيبينا وارحمينا شويه. فهم حلوين جدا جدا الاكحال بجد اللي انا طلعتها. انا بتكلم عنها سواء ميبلين تاتو لاينر او بورجوا او سكندل ايز من ريمال، وده تقريبا اسمه ووتر بروف من بورجوا. الثلاثه دول حلوين قوي، يعني انت لو بتدوري على اكحال جودتها كويسه شوفي الانواع دي، وشوفي منهم كمان الالوان اللي انت عايزاهم، حتى كلهم فيهم الوان كتير وفيهم الاسود، فانت شوفي بقى المناسب ليكي. لو عايزه انواع كويسه الثلاثه دول حلوين جدا، وزي ما انتم شايفين انا خلاص يعني خلصتهم خالص من كتر ما هم ناعمين في العين، مش بيحسسوا العين، بيندمجوا بسهوله لو هتعمليهم ايلاينر، ثباتهم حلو جدا لو هيقعدوا معاكي اليوم كله، فبصراحه ممتازين، انا بحبهم جدا وعلى طول بكرر. بس كده دي كانت كل حاجه الفيديو النهارده، كل المنتجات اللي خلصتها ورايي فيها، ايه اللي يستاهل تدفعي فيه فلوس وايه اللي يستاهل انتي ما تدفعيش فيه فلوس وترمي فلوسك في الارض. فيا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ولو بحاجه بسيطه، واستنوا بقى فيديو المشتريات هينزل قريب لانه في حاجات حلوه قوي انا جبتها وحابه ان انا اشاركها معاكم، وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو تاني جديد قريب. مع الف سلامه.